نقلنا الى النادي الاهلي في الجزيره انه الخطيب وانتخابات النادي الاهلي والبيزنس بتاع السبوبه بتاعه الانتخابات. الاهلي انتخابات شرسه، لكن خدنا انتخابات نادي الزمالك اللي ما كانتش شرسه خالص، فعرضناها او هنعرضها ونتكلم عنها ونربطها ببعضها. لكن في نفس التوقيت عندنا في بئر العبد ايضا هتتاثر بما حدث في مشيخه الازهر، وانه هيستخدم فيها كافه او كامل او كل القوى الغاشمه. ثم انتقلنا الى الامارات وحدث اعلان الفريق شفيق لترشحه، ثم اعلانه منعه من السفر، ثم اعلان انور قرقاش. لازلنا في المنطقه دي من الكره الارضيه. نعم. نرجع نقول لحضرتك، نسمع تعليق حضرتك سريعا على، وهيبقى معانا على سكايب ربما المهندس اسامه سليمان مره ثانيه لان احنا سيبناه قبل الفاصل. لكن ما تعليقك على الاحداث دي، او كيف ترى الاحداث؟ هل هي مسرحيه من احمد شفيق؟ هل هي بطوله زائفه؟ ام انه فعلا تم منعه من السفر؟ وهنحط حضرتك في ضوء التطورات الاخيره في الاعلام المصري، تحليل حضرتك للموقف. طيب، هو تقديري طبعا، انا استمعت لجزء من الحلقه، طبعا كل السيناريوهات اللي طرحوها ضيوفك الكرام، انا الحقيقه لا اراها مسرحيه مطلقا. رد انور قرقاش رد مهين في علم السياسه لما يتهم احمد شفيق بانه كان شخص فار، يعني شخص كان هربان واحنا قويناك. فهذا في علم السياسه استخدام مصطلحات مهينه لا يمكن ابدا ان يندرج في علم المسرحيه. ثم القفزه التي قفزها احمد شفيق بان يرسل هذا الفيديو للجزيره، العدو اللدود الاول لقطر الان الذي يهدم الامارات. بس هو ما وصلش الجزيره مباشره، هو وصل لرويترز وعن الجزيره. معلش بس يعني الخط ماشي كده، بس هي عشان ما نروحش بس في خط الاعلام المصري. لا يعني هو احمد شفيق بعت لرويترز، رويترز ذاعت الجزيره خدت من رويترز. تمام. لكن هو فكره انه يظهر على الجزيره ويوافق على الظهور على الجزيره والفيديو يتاخد من ذلك، اعتقد انه مش قفزه في المجهول. الفيديو الثاني اللي هو كان جزيره بس. نعم. تمام. ليس قفزه في المجهول. وزي